صداع مستمر من غير سبب؟ عندك تنميل أو شكشكة في إيديك أو رجليك، يعني لو قعدت شوية وجيت تقوم تقف بتحس بتنميل وبتحس بشكشكة في رجلك؟ كمان همدان وخملان طول الوقت أكنك كنت نايم ومش عارف تفوق بعد ما صحيت من النوم؟ كمان بتحس بتوتر أو اكتئاب على طول ومن غير سبب، أو مفيش حاجة معينة مخليني متوتر أو مكتئب؟ تحس إنك تعبان ما تقدرش تمشي لمسافات طويلة أو تطلع سلم؟ عندك إجهاد عضلي، عضلاتك بتوجعك وجسمك بيوجعك؟ بتحس ببرودة أو سقعة حتى لو أنت قاعد في مكان مش ساقع وبتحس إنك دايخ مش مركز كده؟ كمان لسانك فيه التهابات وتحسه بيلمع وما فيهوش خلايا؟ بشرتك بهتانة؟ كل اللي قلت لحضرتك عليه ده مش أعراض اكتئاب أو أعراض إرهاق عادي، دي أعراض نقص فيتامين بي 12 في الجسم، واللي للأسف أعراضه بتتشابه مع أعراض أمراض تانية كتير، فبيتم إهمال تشخيصه. ولو رحت عملت التحليل بتاعه هتلاقي التحاليل بتاعتك كويسة، لأن التحليل الخاص بفيتامين بي 12 بيقيس نوعين فيتامين بي 12 في الجسم، النشط والغير النشط، فبيطلع لي إجمالي فيتامين بي 12 في الجسم، ما بيدينيش نتيجة حقيقية ليه، وعلى الأساس ده ما بناخدش علاج ليه. طب إيه هي أهمية فيتامين بي 12؟ بي 12 دوت يعتبر العمود الفقري للجهاز العصبي في الجسم، وهو المسؤول عن إنتاج الطاقة، لأنه بيدخل في تصنيع وتجديد الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه. كمان بيدخل في تصنيع حاجة اسمها المايلين شيث، ودوت اللي بيغلف الأعصاب، فهو بيحافظ على الأعصاب. كمان بيدخل في إنتاج كرات الدم الحمراء. كمان بيدخل في تصنيع الطاقة اللي موجودة جوه الخلية، اللي بدورها بتساعد الميتوكوندريا بتاعت الخلايا على إن هي تشتغل وتنتج طاقة للجسم كله. نقص فيتامين بي 12 ممكن يسبب لي ايه؟ ممكن يسبب فقر دم خبيث، ممكن كمان يسبب اعتلال او ضعف في الاعصاب الطرفيه، ممكن يسبب خلل معرفي ومزاجي بيظهر على هيئه نسيان واكتئاب. ايه هي العادات الغلط اللي احنا بنعملها بتؤدي لنقص فيتامين بي 12؟ اول حاجه ان انا اشرب شاي او قهوه بعد الاكل مباشره، لان ده بيعاكس امتصاص بي 12 من الوجبات اللي انا اخدتها. تاني حاجه الناس اللي بتاخد ادويه حموضه على الفاضي وعلى المليان من غير اشراف طبي، لانها برضو بتعاكس امتصاص فيتامين بي 12. الناس اللي بتاخد ميتوفورمين، سواء هو مريض سكر او بياخد ميتوفورمين علشان يخس، ده بيعاكس امتصاص فيتامين بي 12. كمان كبار السن لان بيحصل عندهم نقص في حمض المعده، وده بيقلل من امتصاص فيتامين بي 12. الناس اللي بتتبع نظام غذائي او الناس اللي بتاخد بروتين نباتي بس ما بتاخدش بروتين حيواني، لان البروتين النباتي مش بيكون موجود فيه بي 12. ايه الاكلات اللي المفروض اخدها علشان خاطر ازود فيتامين بي 12 في جسمي؟ اول حاجه الكبده، اللحوم الحمراء، الالبان كامله الدسم، البيض خاصه الصفار، الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين والماكريل والتونه، المحاريات زي الجندفلي وام الخلول وبلح البحر. كمان الناس اللي ماشيه على نظام نباتي او بتاخد بروتين نباتي بس لازم تاخد فيتامين بي 12 على هيئه مكملات تحت اشراف طبي. ايه الحاجات الممنوع ان انا اعملها لو انا عندي نقص فيتامين بي 12؟ ممنوع ان انا اعتمد على الاكل النباتي فقط، ممنوع ان انا اخد ادويه حموضه لفتره طويله من غير اشراف طبي، الصيام الجاف لو ما عوضتهوش باكلات متوازنه بعد الفطار، اهمال مشاكل المعده والقولون سواء كان التهابات مزمنه او ميكروب حلزوني، لان هي بتعاكس امتصاص فيتامين بي 12 من الاكل. تعال اقول لك خطه غذائيه تمشي عليها اليوم كامل علشان خاطر يعوض النقص في فيتامين بي 12. اول حاجه على الفطار هاخد بيضتين مسلوقين مع جبنه قريش مع عيش حبه كامله او العيش بتاع التموين بتاعنا اللي بيكون فيه رده. في السناك بتاعي هاخد زبادي كامل الدسم او كوبايه لبن دافي. في الغداء هاخد كبده مشويه مع سلطه خضراء او خضار سوتيه مع رز بني. في العشاء هاخد سلطه تونه مع بطاطس متشوحه مع خس. مهم جدا ان انا ابعد الشاي او القهوه ساعه على الاقل قبل او بعد الاكل علشان خاطر اساعد على امتصاص فيتامين بي 12. الخلاصه، لما تحس انك مش مركز او مش قادر تقوم من مكانك او مش قادر تعمل مجهودك العادي، ما تحكمش على نفسك ان انت كسول. جسمك بيديك اشارات ان في مشكله، واول حاجه قبل ما تفكر في الدواء لازم تفكر فيها هو نقص فيتامين بي 12. والعلاج مش دايما بيكون دواء، احيانا التغذيه الكافيه بتكون كفايه ليك. ابدا من طبقك، التغذيه مش رفاهيه، ده علاج.